اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا بينا بقى، خضار شتا بقى طالع، كرنب، كرنبيت، سبانخ، بكره كمان البسله تطلع قلقاس والدنيا هتبقى معانا تمام. في حاجه بس عايزه اقولها، ان انا مش بحب ان انا اسلق الكرنبايه كلها على بعضها، ودي معلومه انا طالعه بس افيدكم بيها. ايه، لازم افتحها كده ورقه ورقه. طب ليه افتحها ورقه ورقه؟ لاني ساعات بيبقى فيه من جواها طين، الطين بتاع الزراعه، فبالتالي ما ينفعش ان انا اسلقها كده، وبالتالي انا لو سلقتها كده مش هينفع ارجع اغسلها تاني. فايه الحل ان انا افتحها ورقه ورقه كده، وابتدي ان انا اشطفها تحت الحنفيه ورقه ورقه، واحطها في مصفى، وابتدي ان انا بعد كده اي اسلقها. بالنسبه بقى للتخزين، التخزين انا بحب اخزن الخضار اول ما بيطلع. اهي ده التين اللي انا بتكلم فيه يا جماعه، علشان تبقوا عارفين. من جوه الكرنبايه من الداخل الورق الداخلي بيبقى نضيف زي الفل، الكام ورقه اللي من بره بيبقوا فيهم طينه. فانا بالمره بقى بقوم مقطعاها كلها زي ما انتم شايفين كده، انا بوريكم هنا الطين، اقوم مقطعاها كلها واقوم مفتحاها وشطفاها، وبعد كده سلقاها. حلو قوي كده اهو. بصوا بصوا بصوا، ادي دي ورقه داخليه، بس بصوا شايفين، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. بالنسبة بقى للتخزينات، فانتي الخضار حاولي على قدر امكانك تخزنيه وهو لسه طالع، يعني تخزني خضارك وهو لسه طالع. ليه؟ علشان بيقعد معاكي وقت اطول وبيبقى احسن بكتير. تمام. زي مثلا البزله، ليه بقول اول ما تطلع نخزنها؟ بتبقى غاليه شويه، بس بعد كده بتنشف، فما بتبقاش حلوه وبتاخد وقت في السوى، فعشان كده بنقول في البدايه. بالنسبه بقى للكرنب، هنعمله مع بعض وهنخزنه مع بعض، وهقول لك برضو على تريكات فيه كده تخليه يفضل معاكي من السنه للسنه، ولا يتهري ولا يجلد ولا اي حاجه خالص نهائيا. عندك برضو القلقاس، نفس الحكايه برضو، اول ما بيطلع بحب ان انا اخزن واشيله على طول. في حاجات انا بحب اخزنها وحاجات ما بحبش طبعا. يعني ما بحبش السبانخ مثلا، في ناس كتير بتحب تخزنها، فكل واحد طبعا على حسب ما هو بيحب. بس التخزين يا جماعة للخضار الافضل، يعني ان انت اول ما بيطلع تشيلي وتخزني، بعد كده بينشف. زي البامية، في الاول بتبقى طالعة فلة شمعة منورة، بعد كده شوية تلاقيها سوست، شوية وتلاقيها دبلت، وبتبقى غالية جدا. زي السنة دي البامية كانت غالية جدا، وصلت 70 و80، وفي ناس كانت بتبيعها ب90. فانا بتكلم ان انا افيدك بمعلومه حلوه، ان انت اول ما خضارك يطلع تبتدي تجيبي حتى مره كيلو، ما تفوتش مثلا حبه كمان وتجيبي كيلو كمان كده. ويا رب اكون فدتك بمعلومه حلوه، واقول لك السلام عليكم.